المرة دي القصص مش من الإنترنت، المرة دي منكم انتوا. جهز كوباية القرفة بلبن وتعالالي. أبو محمد بيقول: في يوم الجمعة الصبح دخلت الحمام لقيت المجاري أعزكم الله طفحة ومليانة الحمام كله. فهمت على طول إن حفرة الصرف امتلت وعايزة تتسحب. وأنا بتصل بالناس اللي بيشدوا الصرف، ابني قال لي: يا بابا، ليه ما نحولش المية للمغارة اللي جنب البيت؟ دي كهف كبير جدا وعمقه يخوف ومش ممكن يمتلأ حتى بعد 100 سنة. الفكرة كانت شكلها عبقرية. قلت له تمام، وفعلا نفذناها. وصلنا المواسير على المغارة واتعمل الشغل كله تمام. حتى قلت له: والله يا ابني فكرة جامدة منك. ما كنتش أعرف إن اللي عملناه ده هيجيب لنا كارثة. بالليل وهو قاعد مع عيلته بيتسمروا، سمعوا حد بيخبط على الباب. خبطات هادية ووافقة كده، كأن اللي بيخبط عارف هو جاي لمين. سأل أولاده: مين ممكن يجي دلوقتي؟ محدش كان مستني حد. قام ابنه فتح الباب، لقى راجل في الخمسينات شكله محترم، وقال بلطف: ممكن أدخل؟ أبو محمد قال له: اتفضل يا أخي. دخل الراجل، قعد على الكرسي المقابل، ساكت، بس بيبص لهم بنظرة غريبة كده، ولا بيتكلم. فسأله أبو محمد: هو حضرتك منين؟ أنا ما شفتكش قبل كده. قال له: أنا جارك. هنا كلهم اتصدموا. إزاي جاري وأنا عمري ما شفتك؟ بص الراجل على ابنه أحمد وقال له: ليه يا أحمد قطعت ورقة امتحان الرياضيات النهاردة ورا سور المدرسة؟ أحمد اتجمد مكانه. قال له: أنت إزاي عرفت؟ والله ما حد غيري كان عارف. الراجل بص لابنه التاني محمد وقال له: ولسه بتحب بنت فلان؟ اختيار حلو، دي بنت كويسة. محمد وشه احمر وسكت. أبو محمد بقى مش فاهم حاجة. قال له: أنت مين؟ إيه اللي بيحصل؟ الراجل ضحك وقال له: قلت لك أنا جارك وبعرف عنكم كل حاجة، بس في حاجة لازم تعرفها أنت كمان. المواسير اللي وصلتوها النهاردة للمغارة دي مغارتي أنا وعيالي، وإحنا جن ساكنين فيها من زمان. إحنا مسلمين وبنكره النجاسة. شيلوا المواسير دي، الله يرضى عليك. الجار ما بيأذيش جاره. وبعد الكلمة دي الراجل بصلهم كلهم، وفجأة اختفى قدام عينيهم. بيقول أبو محمد: اللحظة دي مش هنساها طول عمري. جريت أنا وولادي على المغارة وشلنا المواسير على طول ورجعنا النظام زي ما كان، ومن يومها ما شفناش الراجل تاني. أبو أمجد بيحكي وبيقول: أنا عندي مزرعة في منطقة الأزرق في الأردن، بس عشان كنت عايش في أمريكا كنت مأجرها لواحد من أهل المنطقة اسمه أبو سعيد. رجعت زيارة يوم وعديت على جاري أبو أحمد، سلمت عليه ورحب بيا جدا. قلت له: تعال المزرعة بالليل نشرب شاي ونسهر شوية. بالليل فعلا جه، قعدنا نحكي أنا وهو وأبو سعيد اللي مأجر المزرعة. وفجأة أبو سعيد قال لي: والله يا أبو أمجد، كل ليلة بيجيلي راجل من المزرعة اللي جنبنا، شكله قصير كده، بنقعد نحكي مع بعض طول الليل. راجل ظريف جدا. أنا استغربت وسألته: طب عرفته مين؟ قال لي: بيقول لي إنه ساكن هناك. بصيت لأبو أحمد وسألته: هو المزرعة اللي جنبنا دي مش بتاعتك أنت؟ قال لي: أيوة بتاعتي. فسألنا أبو سعيد يوصف الراجل. أول ما وصفه أبو أحمد وشه اتغير وبقى شاحب جدا. قلت له: مالك؟ قال لي: اللي بيحكي لك عنه ده، الراجل ده كان المزارع اللي شغال عندي، بس مات من سنتين. وساعتها كلنا سكتنا وبقينا نبص لبعض مش مصدقين. واللي عرفناه بعد كده إن اللي كان بيزور أبو سعيد كل ليلة ما كانش بني آدم خالص. بيقول أسامة: خالتي كانت ساكنة في محافظتنا، وبعد جوازها ب3 سنين سافرت مع جوزها لمحافظة تانية وسابت بيتها القديم فاضي. بعد سنين قالت إنها جاية تزورنا وتقعد شهر، فجهزنا لها بيتها علشان تنام فيه.
وصلت واتعشت معانا، ولما قلنا لها تبات عندنا رفضت وقالت هتروح بيتها القديم. حوالي الساعة 2 بالليل سمعنا خبط جامد على الباب. فتحنا لقيناها واقفة مرعوبة وعينيها مليانة خوف. قالت إنها لما دخلت بيتها حاولت تنام بس حست بخنقة. فتحت الشباك اللي بيطل على الجنينة، وبعد شوية سمعت صوت حصان جاي من بره. لما بصت شافت طفل صغير لونه اسود كالفحم بيضحك، بس صوت ضحكه كأنه صهيل حصان. بتقول من كتر سواده ما كنتش شايفة غير سنانه البيضة وعينيه الواسعة. صرخت وفضلت تقول بسم الله، وساعتها شفته وهو بيتبخر قدامها زي الدخان. جريت من البيت على طول وجت لنا، وتاني يوم سابت المحافظة كلها وقالت مش هتقعد في البيت ده تاني أبداً. ريم من مصر بتقول: قصتي بدأت من حوالي سنتين. أنا عندي 22 سنة وساكنة مع أمي وأختي الصغيرة. في الأول كنت بسمع خطوات في البيت بالليل وأنا الوحيدة اللي صاحية. كنت بحاول أتجاهل، أقول لنفسي يمكن وهم، يمكن خيالي، مش عايز أخوف أمي ولا أختي. بس اللي كان بيحصل جوه الدولاب خلاني أتوتر. كنت بسمع أصوات، خبط خفيف زي حد بيتحرك جواه، بس لما أفتح الدولاب ما كانش فيه أي حاجة. لحد اليوم اللي عمري ما هنساه. كنت تعبانة جدا وقررت أنام شوية. حطيت راسي على المخدة ومسكت البطانية عشان أتدفى، بس قبل ما ألحق أغطي نفسي حسيت إن في حاجة هي اللي غطتني. ساعتها ما قدرتش أعمل حاجة، كنت مرهقة جدا. غمضت عينيا ونمت. بعد اليوم ده كل حاجة بقت غريبة. الخطوات بقت أوضح والأصوات بقت أقرب. وفي يوم وأنا قاعدة على السرير بتفرج على الفيس حسيت بحاجة بتلمس رجلي وبعدين بتتحرك عليا بالتدريج. جسمي كله اتنمل وبرودة غريبة مسكتني، وفجأة حسيت بخبط على المخدة. قمت مفزوع، قريت قرآن واستعذت بالله. بس بعدها بدأت ألاقي خدوش في جسمي، علامات كأنها عضات. قريت كتير عن الجن والعمار، بس ما فهمتش ليه أنا بالذات، ولا ليه كل ما حد يتقدم لي قبل ما يجي البيت كل حاجة بتبوظ. مش عارفة، بس في حاجة غلط، وفي إحساس مرعب إني مش لوحدي في البيت. عبد الله من السعودية بيقول: بصراحة أنا نادر جدا ما بيحصل لي مواقف مرعبة، بس اللي حصل المرة دي مستحيل أنساه. سنة 2004 أنا وأهلي كسبنا إقامة يومين ببلاش في شاليه في منطقة اسمها العزيزية. المكان كان جميل جدا والبحر قريب واتفسحنا واتبسطنا. في تاني ليلة حوالي الساعة 11 كده بالليل حسيت بزهق، قلت أخرج أتمشى شوية. قابلت واحد وسألته لو في مكان ممكن أروحه. قال لي في كافيه فوق على السطح، اركب المصعد اللي هناك هتلاقي شيشة وتلفزيون وبلياردو. الغريب إن المصعد ما كانش جوه الشاليه، كان بره ومن بعيد شكله عامل زي باب محل مش باب أسانسير خالص. المهم دخلت الأسانسير، طلع شوية وفجأة وقف والنور اتقطع. اللحظة دي كانت مرعبة بجد، خصوصا إني سبت الموبايل في الشاليه. قعدت أصرخ وأخبط على الزراير، وبعد 3 دقايق كده النور رجع، بس بدل ما يطلع لفوق الأسانسير نزل لتحت لوحده. قلت خلاص، أهم حاجة أخرج، مش مهم طالع ولا نازل. رجعت الشاليه وأنا متوتر، نمت بالعافية. ولما صحيت الصبح حكيت اللي حصل لموظفين المكان، كلهم بصولي باستغراب وقالوا لي إزاي ده؟ الأسانسير ده عطلان بقاله 4 سنين ومفصول عنه بكهرباء أصلا، والكافيه اللي فوق مقفول من ساعتها. ساعتها وقفت مكاني متجمد، يعني أنا كنت فين؟ واللي طلعني ونزلني في الأسانسير ده كان إيه بالظبط؟ واضح إن في حاجات بتحصل حوالينا ملهاش تفسير
وملهاش منطق. ناس بتشوف وناس بتسمع، وفي ناس لحد دلوقتي مش قادرة تنسى اللي حصل لها. يمكن تكون صدفة، ويمكن تكون علامة من عالم تاني، عالم إحنا مش شايفينه، بس هو شايفنا كويس جدا. أنا مش هقولك تصدق أو تكذب، بس قبل ما تطفي النور وتنام بص حواليك، يمكن في حرك وانت مش واخد بالك. ولو القصة خوفتك أو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، علشان لسه في تجارب تانية أغرب وأرعب من اللي سمعتوه النهاردة. ولو عندك قصة حقيقية حصلت لك أو لحد تعرفه اكتبها لينا في الكومنتات، ويمكن تكون هي القصة الجاية اللي نحكيها هنا.